هقول لكم على حاجه غريبه جدا دلوقتي، وانا ماشي من جنب النهر حسيت ان انا مش مبهور بيه قوي زي اول مره جيت هنا وشفته. وده خلاني افكر في فكره اصلا السفر لالمانيا، وازاي ان في ناس بتبقى بالنسبه لها ان هو يجي المانيا دي كده خلاص، انا الحياه عند هنا انتهت، انا الحياه بقت احسن حاجه. بس بعد ما بيجي وبعد ما بيقعد فتره قليله بيكتشف ان هو لا، هو اللي انا كنت متخيل ان هو النهايه او ان هو الوجهه في الحقيقه ولا هو النهايه ولا هو الوجهه، وفي الحقيقه دي بدايه لحاجه تانية. فالواحد مع الوقت بيتعود بغض النظر ايه هي الحاجه او قد ايه الحاجه دي حلوه، الواحد بيتعود مع الوقت. زي ما انا دلوقتي اتعودت على القعده قدام نهر الراين، النهر جميل جدا ورائع جدا ومريح جدا، والقعده هنا بتفكرني بالقعده في مصر وبتفكرني بنهر النيل وبتجيب ذكريات حلوه وكل حاجه. بس الفكره ان انت كل ما هتبقى ساكن هنا وبتنزل كتير وبتقعد كتير في المكان، كل ما انت هتألف المكان، وبمجرد ما انت بتألف المكان اللمعان بتاع المكان اللي كان موجود في الاول ده بيروح. وده معناه انك انت محتاج يعني ايه، لما تيجي تاخد قرار بقى في حياتك اجي المانيا ولا ما اجيش، الموضوع يستحق ولا ما يستحقش، محتاج ان انت تشوف الموضوع من الجوانب كلها. ما تشوفش اللمعان بتاع الاول اللي هو في المواصلات حلوه والبلد حلوه والمرتبات ومش عارف ايه، وتشوف الدنيا من الجانب الحلو بتاعها. بس لما تيجي تبص بقى للحياه ذات نفسها وللحاجات اللي انت هتخسرها من لما انت تيجي هنا، تقول ايه ده، انا ما شفتش الموضوع بالصوره دي. انا ما بقولكش ان انت ما تجيش، عشان دايما لما باجي بتكلم من الزاويه دي الناس دايما تقعد تقول لي هو انت ليه بتحبط الناس وانت ليه بتقول للناس ما تجيش خالص. انا بقول للناس تعالوا، وبقول للناس ادرسوا، وبقول للناس اشتغلوا، وبقول للناس كل حاجه. لكن بقول للناس برضو ان اللي ياخد قرار يحاول ان هو يبقى متاكد من القرار ده، يبقى شايف المزايا بتاعه القرار ويبقى شايف العيوب بتاعه القرار، عشان لما اللمعه بتاعه البدايه دي بتروح الواحد بيبدا يجيله احساس بالندم كده، اللي هو انا ليه عملت كده؟ ما انا كنت قاعد في بلدي والدنيا كويسه، ده انا عشان ارجع دلوقتي واخد خطوه لورا وارجع اعيش في مصر، الخطوه دي هتكون خطوه صعبه، لان انا خلاص سافرت وسبت شغلي وسبت دراستي. فكل اللي انا بس بقوله للناس، الدنيا جميله والبلد حلوه، وخاصه انا دلوقتي نازل الصبح بدري، انا النهارده يوم السبت، انا نازل من البيت الساعه 6 الصبح عشان اعرف افرجكم على الدنيا من غير ما يبقى فيها زحمه. فالبلد حلوه وجميله، هي مش يعني في الطبيعي مش رايقه بالروقان ده. لكن اللي انا عايز اوصله ايه، انه الواحد بس يفكر بورقه وقلم بعيدا عن العواطف والمشاعر والاحاسيس، بورقه وقلم يشوف ايه هي المميزات وايه هي العيوب، وبناء على المميزات والعيوب يبدا يقرر بطريقه منطقيه وموضوعيه. انا بحاول اكد على الموضوع ان هو ملوش علاقه بالمشاعر والاحاسيس. يبدا يقرر بطريقه منطقيه وموضوعيه، هل انا فعلا عايز اجي؟ هل انا شايف ان الحياه هنا المميزات بتاعتها اكتر من العيوب؟ خلاص انا هتوكل على الله. وكالعاده انا دايما بقول في اخر كل فيديو في فيديوهات المانيا بقول الموضوع ده، اي حد عايز يجي المانيا، اي حد عنده اي سؤال، اي حد عنده اي حاجه في اي حاجه ليها علاقه بالمانيا، يبعت لي وانا ان شاء الله موجود. وكالعاده ادعوا لي.